بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة كده هنعمل حاجة جميلة مع بعض. هنعمل العزازية الدمياطي أو المكرونة بلبن على حسب ما انتوا بتسموها. كده المقادير معانا هنا مكرونة. طبعا المكرونة ده أي نوع مكرونة ممكن تستعملها بقى، سباكيتي دي مكرونة اللي هي بتاع البشاميل، أي نوع مكرونة موجود عندك. كده دي الصينية اللي أنا هاعمل فيها. طبعًا كنت باصور المقادير، كان فانيليا ولبن وسكر ومقلعتين نشا. هنبدأ كده مع بعض. أول حاجة نسلق المكرونة. كنت مولعة المَيّة تغلي الأول. أول ما غلت كده نزلت بالمكرونة. طبعًا أنا هاسوي المكرونة دي خالص يا بنات، لازم تستوى جدًا، جدًا معايا. هنا جبت الصينية بتاعتي كده دهنتها سمنة. هابدأ أدهنها كلها ومن الجناب عشان لمّا آجي أحمّرها تتحمّر معايا وتبقى بشكلها جميل. هنشوفها كده مع بعض دلوقتي. سهلة، بسيطة جدًا يا بنات، كل مقاديرها موجودة معاكِ، يعني ممكن طبعًا تعملوها بسرعة، ما خدتش مني وقت. بعد كده بقى هنشوف المكرونة مع بعض. دي كده المكرونة كانت استوت معايا. طبعًا لازم أسوي المكرونة خالص. يالّا يا بنات اشتركوا بقى وفعّلوا زر الجرس، واعملوا لي لايك كده وقولوا لي كومنتاتكم العسل، ما اتحرمش منكم أبدًا. وأهلًا وسهلًا بحبايبي اللي نوروني وشرفوني. كده أنا هابدأ بقى أعمل المكرونة دي في الخلاط باللبن. كل ده كده في الخلاط الأول. طبعًا هاسيبها تهدى شوية عشان أحطها في الخلاط. كده أنا نزلت عليها بكمية اللبن كلها، وهاضربها في الخلاط وأنعّمها جدًا. لازم أخلّيها تبقى ناعمة معايا عشان تلِف. طبعًا اللبن ده يتغيّر لونه الوقت معانا، هيبقى لونه بالشكل ده كده. ده كده القوام بتاعها يا بنات. طبعًا النشا نازلة من المكرونة عاملة القوام ده. دلوقتي كده أنا حاططها في حلة على النار، هاسيبها بقى تغلي معايا. بس قبل طبعًا ما تغلي معايا هانزل بقى بالسكر. كده أنا حطيت فنجان سكر. السكر طبعًا تبع زي ما أنتِ عايزة، عايزاها مسكّرة، عايزاها معقولة. أنا كده باحبها معقولة تبقى جميلة عشان ما تبقاش مسكّرة أوي، ما تجزّعش يعني. يالّا بقى اعملوا لي لايك، اللايك زهرة، اعملوا لي لايك كتاكيت. ما اتحرمش منكم أبدًا من تعليقاتكم الجميلة. كده أنا نزلت بالفانيليا. طبعًا لو عايزة تحطّي لوز مبشور تحطّي، أنا ما كانش متوفّر عندي لوز مبشور. هابدأ بقى نقلِّب فيها كده شوية حلوين مع بعض عشان تلِف. طبعًا القوام ده يا بنات وأنا لسه ما حطيتش النشا. النشا دي طبعًا هادوبها في مقلعتين مَيّة. هنا كده بدأت تلِف معايا. بعد ما قلّبتها جامد، قلّبتها شوية. طبعًا وهاقلّبها بقى كتير لمّا أنزل عليها بالنشا الأول عشان تربط معايا. كده أنا دوّبت النشا في مقلعتين لبن زي ما قُلت لكم. هابدأ بقى أقلّبها على طول كده بسرعة علشان ما تكتّلش معايا، عشان طبعًا أنا حطيت النشا بالشكل ده كده. طبعًا هي عايزة التقليب المستمر على طول يا بنات علشان ما تكلكعش منِّك، بالشكل ده كده. هابدأ بقى أقلّب، أقلّب كده مع بعض. يالّا يا ريت لو مش مشترك انزلي اعمل اشتراك في القناة وفعّلي زر الجرس، واضغطي لي لايك كده جميل زيِّك يا قمر. دي حاجة سهلة وبسيطة يا بنات، يا ريت تعملوها، جميلة جدًا. ده بقى القوام بتاعها بعد ما حطيت النشا يا بنات. طبعًا خليتها تاخد معايا غلوتين. كده أنا جبت الصينية بعد ما دهنتها، وهانزل عليها بالخليط كله كده بالشكل ده كده. هابدأ أنزّل بقى الباقي واسوي الصينية خالص بالشكل ده كده معايا. طبعًا هاسيبها لمّا تهدى شوية. طبعًا ما اقدرش احط عليها حاجة دلوقتي لإن هي لسه سخنة، لازم اسيبها تبرد شوية بحيث إن هي تتماسك أكتر في الصينية. هاجي هنا بقى أعمل لها خليط جميل كده يخلّي وشها كراميل كده وجميل. هنا مقلعة عسل أبيض على مقلعة سمنة بلدي. طبعًا حبيت أحط لها سمنة بلدي عشان تدّي لها طعم ولون كمان. دلوقتي هنشوفه مع بعض جميل جدًا. العسل ده يا بنات عايزة أقول لكم بيحمّر وشها ويخلّيها جميلة جدًا. هابدأ أنزل بقى بالفرشة كده خالص. طبعًا هاسيبها تبرد عشان لمّا آجي أدهنها بالفرشة ما تمشيش معايا. بالفرشة تبقى الفرشة بتاعتي نضيفة كده وأنا بادهنها بالشكل ده كده. هادهنها بقى كلّها بالشكل ده كده وابدأ أحمّرها مع بعض. ده كده شكلها يا بنات بعد ما دهنتها كلّها بالعسل الأبيض والسمنة البلدي. هابدأ بقى أحمّرها في الفرن. كده بقى تطلع معايا بالشكل الجميل ده.
تحفة جدًا، جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم إن كانت متماسكة وكان طعمها جميل، وفعلًا طلعت سُكّرها مضبوط معايا، كانت جميلة جدًا بالشكل ده كده. شوفوا التماسك بتاعها يا بنات كانت جميلة إزاي. يالّا اعملوها بقى وبألف هنا على قلوبكم يا رب العالمين، ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تفعلوا لي زر الجرس، تضغطوا لي على كلمة الكل. يا ريت الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.